من عجينه وحده اخواتي اجي نوجدوا مع بعضياتنا 4 تشكيلات ديال الحلوى اللي مختلفين في الشكل وفي المذاق. حلوه الهلال بالجنجلان محمر والكاوكاو كتجي بنينه بزاف وهشيشه. حلوه الدوازاتي بشكلاط فيرميسيل، وحلوه دميلجات بالكاكاو. واخر شكل الحلوه المقرطه بالكوك محمر وشكلاط بيض. شكلات اللي كيجوا اكثر من رائعين، عجينه اللي سهله واقتصاديه وكتخرج ما شاء الله واحد الكميه اللي هي كثيره، حلوه هشيشه كتذوب في الفم. فخليكم معايا ان شاء الله اخواتي من بدايه الفيديو حتى الاخير باش نوجدوا مع بعضياتنا هاد الشكلات الحلوه اللي كيجوا اكثر من رائعين، غيحمروا لك وجهك قدام ضيافك، واهم حاجه راهم ساهلين بزاف. فخليكم معايا نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنساوش اخواتي ديروا لي واحد لايك الفيديو، الله يجازيكم بالخير، باش يبان عند اخوات وحدين اخرين ويجربوا معنا هاد الحلويات اللي كيجوا اكثر من رائعين. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وشكرا على الكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي. نبداو الفيديو على بركه الله. اول حاجه ان شاء الله غادي نحتاجوها، هنا عندي واحد شويه ديال الكاوكاو اللي مقشر، خديته هكذا مقشر، غسلته مزيان واحد 2 المرات ومسحته ودخلته الفران حتى تحمر معايا. وغادي ندوزو في الهاشوار باش نحصل على هذا الكاوكاو المهرمش غنحتاجو في التزيين. وهاد الكاوكاو اللي تيجي بودر اللي كيجي مطحون مزيان غادي نستعملو ان شاء الله في العجين. وفي المقادير غادي نحتاج الربعه تاع المارغرين، هذه ديال الطوراق، كاس مع مرش ديال السكر سنيده وكاس ديال السكر كلاصي، 2 كيسان ديال الزيت و3 ديال الصفر ديال البيض، واحد علبه ديال الياغورت. وإلا ما كيعجبكمش الصفر تاع البيض راه ما تيبانش في الحلوه، ولكن الا ما تعجبكمش ديروا 2 علب ديال دانون اولا الياغورت تاع الفاني، 2 اكياس ديال السكر تاع الفاني و2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه من وزن 8 غرام في الكيس الواحد. والدقيق تقريبا انا هنا عبرت 1 كيلو ديال الدقيق، فدخل لي العجين تقريبا كيلو قل هذاك نص كاس تقريبا. فالعجين خصكم ما تقصحوهاش. اول حاجه درتها حكيت هذوك 3 ديال الصفر ديال البيض في القصريه، وزدتهم واحد 4 معالق صغيره ديال الملح، 2 اكياس ديال السكر تاع الفاني، وإلا كان عندكم الفاني غبره فديروا 4 معالق صغيره ديال الفاني غبره. انا ما بقاتش عندي هذا باش ما درتهاش، كتعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف في الحلوه. وانا عندي 4 تاع المارغرين ديال الطوراق اللي غادي نقطعها هكا بالسكين اولا حكوها في الحكاكه رقيقه باش تجيكم سهله في الخدمه ديالها. اهم حاجه غير ما تكونش في الثلاجه، راه دغيا غادي ان شاء الله تخدم لكم مع السكر. ولا بغيتو ديروا مارغرين ديال العلب لا بريري اولا اي نوعيه اخرى فديروا غير كاس ديال الزيت وكاس ونص ديال السكر. كنقصوا من الكميه ديال الزيت حيت هذوك مارغرين ديال العلب كتكون ميدمه اولا حتى اولا حتى زبده ديال العبار، فكنقصوا من الكميه ديال الزيت كنديروا غير كاس واحد ويكون مع مرش. انا من بعد ما درت السكر كلاصي والكاس مع مرش ديال السكر سنيده غادي نخدم المارغرين مزيان مع السكر، فخدموها مزيان ودلكوها هكا بالكف ديال يديكم حتى ما يبقاوش يبانوا لكم هذوك الطريفات تاع المارغرين في الخليط. غادي ندوز نزيد 2 كيسان ديال الزيت وغادي نبدا نخدم مقادير مع بعضياتهم. في الاول غادي نبداو نخدموا المارغرين مع الزيت غير شويه بشويه باش ما تبقاش طير معنا من القصريه، ونرونوا كاع البلاصه اللي تنخدموا فيها. غير تبدا تنسجم لينا الزيت مع المارغرين، غادي نخدموا مزيان هاد المقادير بالكف ديال يدينا حتى نحصلوا على خليط اللي يكون كريمي. غادي نزيدوا علبه ديال الياغورت بذوق الفاني، ديروا اي نوعيه عندكم. الا كنتو غادي ديروا داك الياغورت اللي كيكون ثقيل فتخلصوا من هذاك الماء اللي كيكون فيه، وما ديروش شي نكهه اخرى، ما ديروش مثلا نكهه تاع البنان اولا ديال الفريز راه ما كتجيش، اولا الكوك ما كتجيش في الحلوه، فديروا غير نكهه تاع الفاني. وصفرة البيض راه ما كيبانش المذاق ديالو كاع في العجين وكيعطينا واحد الشوشيه الحلوه ديالنا. غادي نخدمو مزيان وغادي نبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه، ما غاديش نزيدو كاع هذيك كيلو ديال الدقيق اللي عندنا، فغادي نبداو نزيدو شويه بشويه وحنا كنخدمو. وغادي نخليو العجينه ديالنا تبقى رطبه. غادي نقسمها في هذه المرحله 4 ديال الاجزاء باش نكه كل جزء بحاجه اللي غادي ان شاء الله نزيد ليه. الجزء الاولاني تاع العجين
غادي نزيد ليه 2 معالق ديال الكوك يكونوا عامرين، كوك اللي يكون محمر، وخليوه حتى يبرد عاد تزيدوه للعجينه باش ما تطلقش معكم الزيت. غادي نخدم مزيان العجينه مع الكوك، وغادي نزيد شويه ديال الدقيق حيت العجينه عندي باقي رطبه. اهم حاجه في الحلوه ديال دوازاتي خليوها رطبه، راه مني كتخليوها على جنب كترتاح راه كتشرب معكم، فخليوها رطبه باش تجيكم الحلوه ديالكم هشيشه ملي طيب. هذا الشكل الاولاني اللي غادي نقرطو ان شاء الله، وغادي نلوحو في شكلاط ابيض. عاد غادي نمرمدو في الكوك محمر. الجزء الثاني ديال العجين غادي نزيد ليه 2 معالق كبار ديال الزنجلان يكون محمر، وهداك البودره ديال الكاوكاو اللي بقات ليا مني هرمشت الكاوكاو وحيت منه هذوك الكاوكاو اللي كيجي الحبات ديالو غلاط غادي نخليه تزيين. وهذا اللي بودره غادي نستعملو في العجين. غادي نزيدو كامل تقريبا واحد نص كاس حتى الكاس لاروب ديال الكاوكاو. وغادي نبدا نزيد دقيق، غير شويه تاع الدقيق تتجمع معايا العجين، وكيف ما قلت خليوها رطبه باش تجيكم الحلوه هشيشه. هذا هو القوام اللي خصنا نتحصلوا عليه. غادي نخلي الجزء الثاني ديال العجين على جنب، وغادي ندوز للجزء الثالث باش نسمو. فهاد الجزء راه غادي نزيد ليه ان شاء الله شكلاط فيرميسيل. ما غاديش نزيد الفيرميسيل هو الاول، عاد الشكلاط غادي يطلق معايا وغادي تولي لي العجينه لونها غامق، ما غاديش يبان ليا فيها الفيرميسيل، فكنزيدو الدقيق هو الاولاني. عاد غادي نزيد واحد شويه ديال الدقيق مازال، ونزيد عليها معلقه تكون عامره مزيان ديال شكلاط فيرميسيل. فانا درت معلقه ما عامراش وتقريبا واحد الربع. وغادي نبدا نخدم العجين. هذا هو القوام ان شاء الله اللي خصنا نتحصلوا عليه. غادي نخليه على جنب، وغادي ندوز الجزء الرابع ديال العجين اللي غادي نزيد ليه ان شاء الله الكاكاو. غادي نبسطو في القصريه، وكيف ما شفتوا معايا العجينه راها رطبه بزاف، باش ملي نزيدوا لها هاد النكهات اللي غادي نكهو بهم نعاودو نزيدو واحد شويه ديال الدقيق. يلا نتحصلوا على العجين اللي تجي رطبه وما تجيناش حلوه تاع نقصها. هنا غادي نزيد في الاخير 2 ساشيات ديال الكاكاو. الا ما كانش عندكم ساشي ديال الكاكاو ديال الساشيات استسمح، فديروا معلقه كبيره ديال البودره ديال الكاكاو. انا كنفضل هذا الكاكاو ديال الساشي المذاق ديالو بنين، واللون ديالو راه كيغمق. هنا راه اللون فاتح، ولكن غادي نخليها هكا على جنب غير ترتاح معايا العجين، غادي يغمق اللون ديالها. وهادو هما 4 نكهات اللي درت: شكلاط فيرميسيل والكوك محمر، الكاكاو والجنجلان وكاوكاو. وندوزو مع بعضياتنا الجزء الاولاني ديال العجين نشكله. هذا الجزء تاع العجين هو اللي زدت ليه الزنجلان محمر صحيح والكاوكاو محمر بودره. غادي نشكل منه غريبات، وكيف ما شفتوا معايا العجينه راه رطبه، ما كنديروهاش في الثلاجه وما كنخليوهاش ترتاح، غير كنجمعوا العجين ديالنا كندوزو مباشره كنشكلوا منها الشكيلات اللي بغينا. كنديروا في هذا الشكل ديال الهلال غريبات يكون الوزن تاعهم ما بين 19 حتى ل 20 غرام. فإلا بغيتوا تجيكم الحلوه بنفس القياس ديروا استعنوا بالميزان. انا خدمت غير عيني ميزاني، المهم نتوما ديروا يا اما بالميزان يا اما ديروا بحالي. فانا بغيت حلوه غير العيد لوليداتي للدار، ما بغيتهاش كطلبيه، هذا باش ما درتش الميزان. من بعد ما درنا من العجين غريبات شكلتها على شكل اصابع صبيعات، وكنرققها من الجناب وكندورها بحال هكا على الغطاء ديال شي قريعه تاع الماء او لا اي حاجه عندكم باش نتحصلوا على شكل ديال الهلال. انا هنا عندي الغطايه ديال القرعه ديال الجافيل، غسلتها مزيان ومسحتها مزيان، ويكون افضل دوروا عليها البلاستيك اولا السلوفان باش تجيكم سهله تحيد من العجين. كيف ما شفتوا معايا الهلال راه سهل بزاف في الخدمه ديالو وتيجي زوين بزاف الشكل ديالو. غير ما تكبروش الحلوه ديالكم، حين فيها 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه، غادي تضاعف لينا الحجم ديال الحلوه. باش صغرتوها غادي يجيكم الشكل ديالها زوين. غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نشكل من العجينه الاولى هلاليات. كنصفو في طاوه اللي ما مدهوناش بزيت، حين العجينه ديالنا فيها المارغرين ما غاديش تلصق لينا في الطاوه. وغادي ندوزو ان شاء الله الجزء الثاني اللي بالكوك محمر. هذا الجزء اللي فيه الكوك محمر حاولوا على ما تقدوا تخليو العجينه ديالكم رطبه، حين الكوك تيشرب لكم شويه العجين.
وديروا كوك اللي يكون ميدم، هذاك اللي كيكون مزيد كيكون المذاق ديالو زوين بزاف في الحلوى. غادي نشكل بهذه الطريقه العجين ديالنا، غادي نضغطوا عليها شويه من الوجه ديالها باش تبسط معنا، وغادي نقرطوها بالسكين. وكيف ما قلت ديروا الحلوى صغيره، راه كيتضاعف الحجم ديالها في الفران حيت فيها الخميره والبيض. غادي نستف الحلوى ديالي في الطاوه. هاد الحلوى تجي هشيشه بزاف وبنينه قريبه للمذاق ديال الحلوى ديال رافايلو، حيت ملي كطيب راه كنلوحها في شكلاط بيض وكنعاودو نختصوها في الكوك اللي هو محمر. غادي نكمل معكم بنفس الطريقه، وغادي ندوز معكم الجزء ديال العجين الثالث اللي زدت ليه الفيرميسيل. هنا تقدروا ديروا اي شكل بغيتو، ديروا بحال هكا صبيعات ودخلهم يطيبوا. فانا بغيت نطبع بهذا المرشم باش نبدل شويه من الشكل وما نلوحش الحلوى ديالي في الشكلاط، ما بغيتش ندير كلشي شكيلات فيهم الشكلاط. غادي ندير غريبات من العجين، وغادي ندير الوجه ديالها في السكر سنيده، وغادي نطبع بالمرشم. فطبعوا باي شكل تاع المراشم عندكم، فما شاء الله راه الاسواق فيهم مشكلات كتار بزاف ديال المراشم ديال الحلوى ديال دوازاتي. وحتى انا عندي في القناه راه شاركت معكم بزاف ديال الاشكال ديال الحلوى ديال دوازاتي. انا عندي الشكلاط ديال الكوكيز غادي نزين به. وغادي ندوز معكم الجزء الاخير ديال العجين اللي مزيود ليها الكاكاو. ديما العجينه اللي فيها الكاكاو كنخلوها هي الاخيره، لا في العجن ديالها في القصريه ولا في التشكيل ديالها، حيت الكاكاو تيوسخ لينا البلاصه اللي كنخدموا فيها. غادي ناخذوا منها واحد شويه من هذا العجين. الا شفتوا بلي ما كتبغيش تجمع معكم فغير ضغطوها شويه بالكفوف ديال يديكم، راه غادي تسخن العجينه، غتجيكم سهله انها تشكل. غنشكلوها بهذه الطريقه وغادي ندوروها على هذيك الغطاء ديالنا. وكيف ما قلت لكم اخواتي في الشكل ديال الهلال يكون حسن هذا الغطاء ديالكم دوروا عليه السلوفان. فانا نسيت ما دورت عليه السلوفان، تقربت نسى ليه هذا الشكل. عاد تفكرتوا ملي كندوروا السلوفان على الغطاء راه دغيا كيتحيد معنا من العجينه، ما كيلصقش لينا فيها وكتبقى محافظه على الشكل اللي شكلناها به. نكمل معكم اخواتي بنفس الطريقه، ندور العجينه على الغطاء ونحاول شويه نصيب الشكل ديالها ونحيد الغطاء ونستفها في الطاوه. وغادي ندوزو نطيبوا الحلوى ديالنا. الفران يكون سخون من قبل، تكون العافيه شعله غير من التحت. الا شعلتوا الفران تاع الغاز اولا ديال الذره نفس الطريقه، كنشعلوا الفران غير من التحت، العافيه تكون مهيله. كندخلوا الطاوات ديالنا كيطيبوا طاوه بطاوه. كتبان لينا الحلوى تحمرت شويه من التحت، كنطفيو عليها من التحت وكنشعلوا ليها من الفوق، اولا كنزلوها لتحت ديال الفران وكتكون العافيه عليها من وجهها. كنخليوها كتحمر معنا، غير ردوا مع البال ما تحرقش معكم باش تبقى لكم الحلوى هشيشه ونخرجوها تبرد. هادو هما الشكيلات ديالنا من بعد ما طابوا. حلوى ديال الهلال والحلوى مقرطه الكوك ودميجات ديال الكاكاو. واخر شكل هو هذا ديال الشكلاط فيرميسيل. وغادي ندوزو مع بعضياتنا اخواتي للتزيين. نبدا بالشكل الاولاني ديال الهلال اللي غادي ندهن النص ديالو بالكونفيتور اللي غليته من قبل مزيان تطلعت فيه الغليه باش نقص ليا منه الماء، ومنين نزين به نلصق عليه الكاوكاو كونكاسي ما يطيحش ليا منه. غادي ندهن النص تاع الهلال بالكونفيتور وغادي نمرمدو في الكاوكاو كونكاسي اللي محمر اللي درت معكم في البدايه ديال الفيديو. هذا باش سبقتو لكم في الاول باش تمشوا معايا بنفس المراحل اللي خدمت بهم انا. فوجدت الكاوكاو حين احتاجيت البودره ديالو في العجين، وهذا الكونكاسي غادي نستعملو ان شاء الله معكم في التزيين. الحلوه ديالي واخا جاتني شويه محمره حيت انا طيبتها في الفران ديال الضو، وكانت هذيك الجهه الدخلانيه ديال الفران تاع الضو كتلهب الحلوه كتحمر بزاف. واخا جات محمره راه جات هشيشه، وغنوريكم ان شاء الله في الاخر تاع الفيديو كيفاش كتجي. غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي ندهن النص تاع الهلاليه بالكونفيتور وغادي نتخلص من الزائد ديال الكونفيتور. كيف ما شفتوا معايا كنحك الحلوه اولا الهلاليه ديالي مع الجنب ديال الزلافه باش كنحيد هذاك الفائض ديال الكونفيتور، ما تنهزوش معايا الكونكاسي حيت باقي غادي نستعملوه في التزيين ديال الحلوه ديال الكاكاو ديال الدميلجات. غادي نخليو الحلوه ديالنا على جنب على الاقل واحد ربع ساعه حتى ينشف عليها هذاك الكونفيتور وهذاك الكونكاسي قبط لينا مزيان على الكونفيتور. ملي خدمنا به في الاول راه كان دافي،
غير باش يلصق لينا على الحلوه هاد الكونكاسي ما يطيحش لينا منها. غادي تحتاجوا تقريبا واحد نص قرعه صغيره ديال الكونفيتور اللي غليته كيف ما قلت من قبل، عاد زدت كنخدم به. هنايا هاد المرحله كندوبوا واحد شويه ديال الشكلاط. انا عندي هنا شكلاط كالا بديل الشكلاط كالا، ما زدتش ليه الزيت، دوبته في بالماري، ما كنزيدوش ليه الزيت. النوعيه تاع كالا راه ما كتحتاجش الزيت، العكس ديال انواع الاخرين بحال ماكاو بحال 5/5. ملي غادي نكمل تزيين ديال الهلال غادي ناخذ واحد شويه ديال الشكلاط كحل، غادي نفسو اللي زينت به الهلاليات، غادي نديروه في واحد البلاستيكه وغادي ندير خطوط على الجهه اللي فيها الشكلاط. وانا دزت معكم الشكل الثاني هذا اللي زدت ليه الفيرميسيل. فانا عندي الكونفيتور وعندي الكونكاسي الرقيق ديال الكاوكاو، فقلت علاش ما نزين به كيف ما يمكن تخلوه كيف ما هو. هذا هو الشكل اللي تنتحصل عليه، الشكل ديالو زوين بزاف. وغادي ندوز معكم الشكل الثالث اللي فيه الحلوه المقرطه اللي فيها الكوك محمر. وكيف ما قلت فاختاروا نوعيه مزيانه ديال الكوك باش تجيكم الحلوه بنينه، يجي فيها داك المذاق ديال الكوك بنين وتجيكم هشيشه. اولا خلطوا ما بين الكوك العادي والكوك المزيد. غادي نحط الحلوه ديالي نمرمدها في شكلاط كالا اللي دوبته في بالماري مع شويه ديال الزيت غير باش يطلق معايا الشكلاط، وباش ما نهزش واحد الكميه كثيره ديال الشكلاط للكوك. غادي نقطر الحلوه تاعي من الشكلاط بالفورشيط وغادي نحطها مباشره على الكوك محمر. فاليد اليمنيه راه كنديروا بها الشكلاط، واليد اليسريه كنخليوها نقيه كنغبروا الحلوه ديالنا بالكوك. هذا هو الشكل اللي تنحصلوا عليه. غادي نكمل بنفس الطريقه. الحلوه اهم حاجه ديروها صغيره حيت فيها العجين فيها الخميره ديال الحلوه غادي تضاعف معنا الحجم ديال الحلوه. فهاد الملحوظه راه قلتها 2 مرات دابا، هذه هي 3 المرات، فما بغيتكمش تطيحوا في غلط. ديروا الحلوه وتجيكم الحجم تاعها كبير بزاف. انا استفتها في بلاطو ودوزت عليه هكا خطيطات ديال الشكلاط بيض اللي مذوب، كيجي الشكل تاعها حتى هو زوين. غادي نكمل بنفس الطريقه. هذا هو الشكل الثالث ديالنا. وغادي ندوز معكم اخواتي الشكل الاخير، الحلوه ديال الدميلجات بالكاكاو. وهاد الحلوه كونوا على بال منها حيت اللون ديالها غامق بالكاكاو، كونوا على بال منها في الطياب. ديروا معها شي كويره ديال العجينه بيضاء باش تعرفوا القياس ديال الطياب الا كنتو ما كتعرفوش طيبوا حلوه ديال الكاكاو في الفران. انا عندي شكلاط كالا نفسو اللي زينت به الهلاليه، زدت ليه الكاوكاو كونكاسي. انا كنزيد الكاوكاو وتنشوف شحال تاع الكاوكاو غادي يخصني، فزدت تقريبا واحد كاس لاروب. فهاد الكميه د الشكلاط راه كفاتني في التزيين. كنلوح دميلجات ديالي في هاد الشكلاط وكنسوسهم وكنحطهم في بلاستيكه. غير كنحط واحد الكميه من هاد الحلوه كندفعها بهاد الطريقه باش ما تبقاش هي هزه بزاف ديال الشكلاط. نكملوا بنفس الطريقه. هنا عندي واحد 6 ديال الطريفات ديال الشكلاط كحل كالا اللي زدت ليه 2 طريفات ديال الشكلاط بيض باش عطاتني هذا اللون اللي اللون ديالو فاتح، الشكلاط اللون تاعو فاتح. درته في بلاستيكه وزينت به خطوط الحلوه ديال الدميجات. وهنا نكون ساليت معكم تزيين ديال الحلوه ديالنا. هادو هما الشكلات اللي وجدت معكم اليوم، كيجيو زوينين بزاف مختلفين في المذاق. بحال الا عجنتو 4 ديال العجنات، هما راه عجنه وحده وخرجنا منها كاع هاد الشكلات. وما شاء الله كتجي حلوه اللي كثيره، حلوه ناجحه هشيشه وبنينه وبابسط مقادير. وبالنسبه للاخوات اللي ما كينجحش معكم الصابلي، فهاد الحلوه هي اللي تسلككم في العيد. وصلت معكم اخواتي الاخر تاع الفيديو. شكرا لكم بزاف اخواتي على المتابعه، عواشركم مباركه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.